مشاهدينا بعد الفاصل مع فاتن زين الدين وحوار في السينما وفيلم يتحدى المألوف تحت عنوان إلى متى. المزيد عن هذا الفيلم مع المخرج محمد مجدي وبطلة الفيلم لبيبة ليث بعد لحظات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. الصمت لغة أفصح من الكلام، هكذا اختار هذه الطريقة الصعبة ليخوض ثاني تجاربه السينمائية بفيلم قصير صامت يحاول اختزال معاناة حياة كاملة في دقائق معدودة، وربما هذا ما جذبها لتؤدي دور البطولة هي أيضا في هذا الفيلم لتخوض تحدي التعبير عن المشاعر الإنسانية بغير الكلمات. هما الثنائي الذي خاض تجربة فيلم إلى متى، المخرج المصري محمد مجدي والممثلة العراقية لبيبة ليث. أهلا وسهلا فيكم لبيبة ومحمد، مبروك الفيلم أول شيء، وخبروني كيف الأصداء. محمد خلينا فيلمك هيدا. طيب ladies first. يلا لا انت خبرني اصداء الفيلم كيف كان. لا الحمد لله، يعني انا كنت شغال على الفيلم، كنت عارف انه هتعرض شويه للنقد لانه الفيلم صامت ورمزي والقصه جريئه يعني. بس الحمد لله في نقاط كتير اتكلموا عنه كويس قوي، وفي ناس حبوا الفيلم، واكيد في ناس ما حبوش الفيلم، لانه في النهايه لازم يعني مع وضد انت دايما يعني بتاني فيلم عودتنا من الاول فيلم انه في اثاره للجدل بافلامك محمد، فمتوقعين كمان يكون هيك شيء بس الفيلم الثالث اذا الله راد. والله انا بعمل اللي انا عايزه، بعد كده هم بقى ينتقدوا وهم يحبوا، مش في ايدي الموضوع. لبيبة شو اللي خلاكي تخوضي تجربه الفيلم الصامت؟ 9 دقائق فيلم صامت وانت الوحيده، يعني مسؤوليه كبيره. الجميل بالموضوع انه الواحد دائما يحاول انه يتحدى نفسه. الحلو في الفيلم لانه صامت، احنا دائما نتكلم عن اللغه، لغه العيون، لغه التعبير، فهي تحدي شخصي وإنجاز. أعتقد أنه الواحد يحاول يتخطى المعتاد، فمرات الصمت يعبر أكثر من الكلام. حلو بس صعب، مو سهل. ما كانت تجربة سهلة. هي ما راح يكون سهل، لأنه ممكن هي كأي لغة ممكن تنفهم ممكن ما تفهم، فأنت تحاولين أنه تعبرين بطريقة أنه تكون سلسة وما تكون زيادة عن اللزوم. محمد الفيلم دخل بمهرجان الخليج السينمائي بدورته السادسة وما نال ولا جائزة، هل هالشيء بخليك تحس بالإحباط؟ لا خالص، لانه اصلا كون ان الفيلم دخل في مهرجان الخليج ضمن المسابقه الرسميه، والسنه دي عن غير العاده كان عدد الافلام اللي متقدمه 4000 فيلم، ويتم اختيار فيلمي، ده في حد ذاته بالنسبه لي تكريم يعني. الجائزه مش هي معنى نجاح العمل، في يعني مشاركة الفيلم نجاح بالنسبة لنا، رأي الناس والنقاد كمان نجاح بالنسبة لنا، فالحمد لله. نحن حنشوف شوي مشاهد من الفيلم نحن وعم نحكي. لبيبة، فيلم صامت 9 دقائق فينا نعتبره فاتحة خير عليك بالسينما الخليجية والعربية ان شاء الله، من خلال هالصمت. ان شاء الله يا ريت. يمكن اخيرا احنا نحتاج انه ناخذ وقفة في عالمنا العربي، خصوصا في الابداع، انه لعل الصمت يكون هو بادرة الى ابداع اخر، او انه ما يحتاج انه يكون الكلام هو مجرد ملء الفراغ. حلو. موضوع الفيلم لبيبة، كان عندك شوي خوف من الموضوع؟ ابدا لا ابدا، لانه في مواضيع كثير نعاني منها، او المراه العربيه تعاني منها. يمكن انا شخصيا ما مريت فيها، بس المراه العربيه او المراه عالميا، مش مرات تكتشف انه مو بس العرب في عندهم معاناه من المراه. هي المراه كائن عظيم، ولولا عظمة هالكائن لما وضع في مكان الامتحان، لما وضع في تحت هالضغط هذا. بس للأسف انه يتكلم هو مثل ما تعرفين عن الحيرة ما بين الطلاق ولا الزواج او البقاء في حياة زوجية يمكن غير سعيدة. ليه تناولت هذا الموضوع بصمت؟ يعني موضوع جريء وموضوع يمكن لازم ينحكى عنه، ولكن ليه الصمت؟ ليه ما كان في كلام؟ اوكي، لانه انا بالنسبه لي الفيلم او الحاله اللي موجوده في الفيلم احساس اكتر ما هي حاجه تسمعيها. انا كنت محتاج الناس تحس بالشخصيه اللي في الفيلم، مش تسمع اصل
يعني انا حسيت انه الكلام هيبقى يعني هتقول ايه يعني، لانه هي في الواقع ما بتتكلمش. يعني القضيه دي في واقعنا، المراه اللي عندها المشكله دي ما بتتكلمش. صعب تكون عم بتدير ممثله باللوكيشن بلا ما تكون عم تحكي، يعني صعب من ناحيه الاخراج. هو ممكن يكون صعب بس مع لبيبه ما كانش صعب. طب ليه لبيبه بالذات؟ يعني ليه مش ممثلة بنعرفها عندها أفلامها وعندها مسلسلاتها وعندها تاريخها؟ يمكن كان أسهل، أي مخرج ممكن هيك يفكر. شو اللي خليك تروح لممثلة جديدة بالوسط؟ أنا مؤمن عم نحكي عنك لبيبة. أنا كان قدامي. أنا كان عندي، أنا عمري ما أتكلم. أنا عندي كان إيمان بلبيبة فظيع يعني. انا شفت حاجه في عينيها بصراحه، من يعني اصلا لما كلمتها على الدور احنا ما كناش حتى لسه بقينا اصحاب من 3 سنين تقريبا. لانه هي قصه الفيلم مكتوبه في شخصيه فيلم طويل، وبعد كده انا اخذت مشهد عملته فيلم قصير. فعندي ايمان بيها، وكنت عارف ان هي يعني هتعرف تدي اللي انا محتاجه، وهي ادت اكتر من اللي انا محتاجه بصراحه. شو حلو. بعد إلى متى؟ شو في؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إن شاء الله يعني أعتقد هي مرحلة انتقال في حياتي الآن. في نعرض كان في حوار عن فيلم مع إنسانة جدا جميلة، إن شاء الله راح يكون في تعامل أو علاقة عمل معها. وفي تقدم فيلم آخر اللي أنا جدا ممنونة للشخص، لأنه بعد التعرف على بعض في المهرجان الخليج غير بطولة الفيلم من رجل إلى امرأة حتى أنا فينا نقول أسامي نحن على فكرة مش ممنوعين عنهم. أنا ما عندي صلاحية لأنه هم لم يعلنوا عن أفلامهم بعد. غير البطل من البطل السيناريو، غير من بطل إلى بطلة، وهذا كان بالضبط البارحة الفجر الكلام، فما أقدر يعني ما لي صلاحية. يعني هالقد إلى متى عمل شغل حلو؟ ما أدري إذا هي إلى متى أو إذا هي من خلال التعرف علينا أنا ومحمد، أو هي محض الصدفة، بس نتأمل. وأنا أعتقد أنه إلى متى هو فاتحة خير، بغض النظر عن ردود الأفعال إن كانت سلبية وإيجابية، لأنه اختلاف لا يفسد الود قضية في هذا المجال. قبل ما نحكي عن مسلسل كمان جديد برمضان، محمد نعرفك ممثل. شو اللي أخذك على عالم الإخراج وليه الإخراج؟ حلم كان قديم، ولما عملت الفيلم الأول اتفقت مع الشباب، قلت لهم أنا ما أعرفش هيطلع شغلي عامل إزاي كمخرج، كان محتاج إن أنا أجرب عشان أحكم على نفسي. فقلت لهم الفيلم لو ما عجبناش مش هنقدمه في أي حاجة. لقينا نتيجة حلوة، ولقيت آراء ناس كويسة وناس بتشجعني ان انا استمر. انا من الناس اللي بهتم جدا بآراء اللي حواليا، خاصة ان انا في البداية، فانا ببقى محتاج اسمع الناس الخبرة اكتر مني، الناس الاساتذة اللي انا بحترمهم جدا يعني. فلما كانت الآراء ايجابية يعني حسيت ان انا بعمل حاجة وانا حاببها قوي وقادر اعملها بشكل جميل، فمستمر فيها. بس ما سبتش تمثيل. طيب ما بتخاف دخولك على عالم الإخراج شوي يخلي المخرجين هيك يعملوا ستيب باك عنك، يعني انه خلص عم يخرجوا وشو بدنا فيه باللوكيشن ويعمل مخرج علينا وقصصه؟ لا والله انا عملت حتى يعني مثلت بعد اسأل روحك، مثلت فيلمين وما ما بدخلش في شغل غيري. قادر تفصل بين الممثل والمخرج اللي فيه. يعني بقول لك لما اشتغلت مع حسن كياني مثلا مخرج اماراتي، انا ما اتدخلتش خالص في شغله ولا حتى على الورق. هو قدم لي سكريبت، انا دوري كممثل يا اوافق يا ارفض. بتعرف حدودك وين؟ لانك يمكن طبعا. مخرج هيك فيك بالاخراج بقلبك يمكن كمان. لا يمكن، بس لانه دي حدودي انا، بما اني انا بمثل فمش من حقي اتدخل في شغل. ان شاء الله تضلك قادر تفصل بين الاثنين محمد. لبيبة يا مالكا قلبي، مسلسل اذا الله راد برمضان مع فايز السعيد وشذى حسون، الكتار ناطرين هالمسلسل. ان شاء الله ان شاء الله. هو كان عمل جدا جميل من ناحيه فريق العمل، الكاست والكرو، اخراج الاستاذ عارف الطويل، وكانت تجربه جدا جميله معهم. شو دورك؟ اطلع بدور والده شذى حسون. الكل يقول اوكي ليش طالعه دور امها صح. الى اخره، بس اذا احنا نشوف امهات هالايام يتبينون اصغر من بناتهم مرات، فاعتقد هي تعكس واقع الحال.
وشذا إنسانة جميلة جدا، وفايز إنسان جميل جدا، فيشرفني إنه أظهر في مسلسل معهم في بس ما بتخافي إنه تنحطي بهيدا القالب يعني ما هاي المشكلة اللي صايرة. قلت لهم أنا مستعدة أكون أي شيء بس يعني شيلوني من الأم. صح. فسلطان خسرو اللي هو مسلسل العام الماضي في رمضان حلفت عمري اللي كان بطولة هدى حسين. صح. الحمد لله حطني في دور اللي يناسب شخصيتي وعمري. في المسلسل بعد إن شاء الله ينعرض برمضان في دور أخت فاطمة الحوسني، وبطولة أستاذ جاسم النبهان بعد، وكمية هائلة من المبدعين الشباب، محمود بوشهري، مشاهد الياسين، هدى صلاح، كثيرين موجودين. لبيبة بتحرص انك تتابعي السينما الخليجية والعربية والأجنبية؟ بتحرصي؟ أنا أتابع السينما العالمية قدر المستطاع، أتابع الجودة في التمثيل حتى أتعلم منها، أتابع الأشياء طبعا في رمضان كلنا نتابع لأنه إدمان رائع، فلازم الواحد يكون مواكب اللي قاعد يصير. هلا بنصير نتابعك إلك كمان برمضان. الله كريم إن شاء الله. محمد، كان في صعوبة بين أول فيلم وثاني فيلم؟ يعني من ناحية الإخراج شو اختلف؟ نضج يعني كنت بدأت انتبه الأخطاء اللي أنا حصلت لي في الفيلم الأول، إني بحاول على قد ما أقدر ما تتكررش، متدارك الموضوع أكتر، فاهم الدنيا أكتر. يعني أول عمل أنت عارفة يعني تجربة داخل أبيض، ما عنديش أي معلومة، بس تاني عمل كان، وده من أكتر الآراء اللي سمعتها، إنه طريقة شغل محمد من الفيلم الأول للتاني اختلفت، ودي حاجة بسطتني جدا. يعني عم تحضر للفيلم الثالث بعد أنا إن شاء الله إذا ربنا في هيك ملامح عنه؟ اوكي، هو المفروض انه يلا طيب، هو المفروض انه هيكون بطولة علاء عزت من مصر، اللي انا يعني مبسوط جدا ان انا يعني هشتغل معاه، ولبيبة موجودة معايا عشان ما استغناش الفيلم الثاني بس لبيبة طالعة ايدي ما ينفعش نتكلم. عارفه انت شو حيكون دورك؟ انا جدا مبسوطه انه مش رح اطلع ام فلان او فلانه. هتطلعي ومش 9 دقائق ولا كمان ونص؟ لا هو قصير بس طويل شويه يعني. حنشوفك بافلام سينمائيه طويله ب 30 ثانيه عنا لو جالي سكريبت ان شاء الله. اكتب محمد، مش بس بدنا نكتب افلام قصيره ان شاء الله. لبيبة ليس، بتشكر وجودك معنا. ومحمد مجدي كل التوفيق، انبسطت فيكم كثير. شكرا لك والك. مشاهدينا اكيد مستمرين بفقراتنا والمزيد من القصص والمواضيع في ساعتنا الثالثه، ابقوا معنا.